يا مساء الخير على متابعيني وحبايبي الحلوين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أكلة جميلة جدا جدا كلنا بنحبها، اللي هي الرنجة. طبعا قدامنا الرنجة اهي جميلة جدا. احنا هنفتحها من ظهرها، مش هنفتحها من بطنها. دي اسهل طريقة لتنظيف الرنجة عشان تطلع البطريخة سليمة، مش مدعوكة ولا متقطعة. طبعا هنفتحها اهو من ظهرها زي ما انتوا شايفين، وهنقطع الراس. ممكن تقطعوا الراس قبل ما تفتحوا او بعد عادي. اهي حبايبي فتحتها اهو قدامكم زي ما انتوا شايفين، فتحتها سهلة والبطريخة هتطلع معانا سليمة. اول حاجة انا هطلعها البطريخة زي ما انتوا شايفين اهو، طلع سليمة ومش متقطعة معانا في السكينة. طبعا هنشيل الحاجات اللي فيها دي لازم. وهنجيب طبق نحط فيها البطريخة، وهنكمل بعد كده تنظيف الرنجة. هنشيل السلسلة اللي في الظهر، طبعا بتشال بكل سهولة عشان رنجتنا حلوة معانا. وهنشيل باقي الحاجات دي. طبعا احنا كده سلخناها خالص، شلنا البطريخة وشلنا ايه النسيرة بتاعت الرنجة، شلنا منها كل حاجة. وهنقطعها طبعا تقطيع صغير زي ما انتوا ايه حابين تقطعوها كبيرة او تقطيع صغير. اهو حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا هنعمل معاها، هنقطع معاها الفلفل، وهنقطع معاها طماطم والليمون وهنحط معاها طبعا الشطة، ده الاساسي. وبكده يا حبايبي احنا خلصناها. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. باي باي.